السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم احلى طاسة كبدة اسكندراني. في حد دايما في البيت بيكون هو احلى واحد بيعمل طاسة الكبدة. النهارده هخليكوا انتوا الحد ده، وهقول لكم كل الخطوات والتريكات اللي تطلع معاكم مظبوطة واحلى من بتاعة الشوارع مليون مرة، بس بشوية تريكات سهلة وبسيطة بس مختلفة شوية، وكمان بمكونات موجودة معانا في كل بيت. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. طاسة سخنة بقى على النار تسخن معاكي كويس جدا، وبضيف فيها حوالي ربع كوباية كده من الزيت، وده مكون أساسي معانا جدا النهاردة في الوصفة. قطعوا الكبدة بقى أي تقطيعة انتوا بتحبوها، ممكن تقطعوها شرايح طويلة، ممكن تقطعوها التقطيعة اللي أنا مقطعوها دي زي ما انتوا حابين، ممكن تقطعوها عصافير. أي طريقة انتوا حابين تعملوا بيها الكبدة اعملوها. أنا بصراحة حبيت ان أنا أقطعها كده عشان أكون حاسة بالطعم بتاعها أكتر، وحتة الكبدة تكون جوسي كده معايا. الزيت بقى سخن وبنزل كده بقى بالكبدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا شايفين ان انا مش بنزل بالكمية كلها مرة واحدة، ليه؟ لان انا عايزة اديها كده كلها صدمة، وفي نفس الوقت ما تنزلش معايا في الطاسة مية كتير. والصدمة دي مهمة جدا لان هي بتساعدني على ان مفيش اي كمية من الدم تنزل، لان طبعا معلومة مهمة جدا ان الكبدة مش بتتغسل معانا، وخصوصا لو الكبدة بلدي. أول ما تبدأ تاخد معايا لون مع آخر قطعة بضيفها في الطاسة، ببدأ على طول إن أنا أقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يا دوب بس كده تاخد لون من كل الجوانب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص هي خدت معايا الصدمة، وشايفين ما نزلتش معايا ولا نقطة من المية، وده لأن احنا نزلنا الكبدة ما نزلناهاش الكمية كلها مرة واحدة، لأ احنا نزلناها واحدة واحدة بالطريقة اللي انتوا شفتوها معايا. بعد كده ببدأ ان انا ارفع الكبدة بتاعتي كده بأي مصفى عندي واصفيها كده كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وركزوا معايا بقى في التركاية دي لان هي دي اللي بتنقل معاكم طعم الكبدة بجد في حتة تانية خالص. بعد ما شلت الكبدة من الطاسة، لو انتوا حسيتوا ان الزيت بتاعها لسه نضيف ممكن تكملوا شغل فيه، لو حسيتوا ان هو مش نضيف هنضيف كمان 3 معالق كبار من الزيت، وهشيل الزيت القديم خالص، وبنزل بقى معايا هنا ب6 فصوص من الثوم مفرومين ناعم، بس مقطعاهم بالسكينة مش فرماهم في قلب الهون، لأ بتقطعوهم كده مكعبات صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبنزل عليها بحوالي شريحتين كده من الفلفل السبايسي، وعليهم على طول بمعلقة صغيرة من الخل، أشم ريحة كل الكلام ده بس كده مع بعضه. وبعد كده على طول بنزل بالكبدة. أنا مش عايزة لونهم يغير معايا، أنا عايزاهم كده نفس اللون اللي احنا حطيناه، يدوب بس ياخدوا معايا تشويحة بسيطة جدا. وبعد كده بنزل بقى بالكبدة بتاعتي بصفيها من أي مية نزلت منها. لو مش هتعرفوا تصفوها كده كويس يبقى من البداية طلعوها على مصفى علشان خاطر تنزل كل كمية المية اللي فيها. بديها بقى تشويحتين كده على النار. هنا بقى النار بتاعتي ببدأ ان انا اخليها على نار متوسطة علشان خاطر الكبدة ما تجلدش معاكم وتشد معاكم كده في الاكل. بكون مقطعة بقى فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل سبايسي زي ما انتوا حابين. ممكن ما تضيفوش فلفل الوان وتضيفوا فلفل اخضر بس، المتاح عندكم ضيفوه. وبرضو قطعوه بأي تقطيعة انتوا بتحبوها، بس طبعا التقطيعة اللي هتمشي معاكم مع الكبدة هي الشرايح الرفيعة دي علشان خاطر تدوب معاكم كده ويكون طعمها حلو مع الكبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بديها بقى تشويحتين كده على النار، يعني حوالي 3 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. هي الكبدة كلها ما بتاخدش معاكم على النار 5 دقايق. بضيف بقى رشة خفيفة من الفلفل الاسود، كمان رشة خفيفة من الكمون. طبعا ما تكتروش في التوابل علشان خاطر تفضلوا محافظين على الطعم بتاع الكبدة. كمان بضيف مكعب كده من المرقة، ممكن تضيفوها فورية او ممكن تضيفوا المكعب نفسه زي ما انتوا حابين. ورشة خفيفة جدا من التوم البودر، ده بينقل معاكم الطعم في حتة تانية خالص يا جماعة. كل حاجة بتضيفوا منها رشة بسيطة جدا. بقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. انا بضيف التوابل اخر حاجة خالص. يا سلام بجد لو مكاني دلوقتي وشمين الريحة. عايزة اقول لكم بجد ان انا بعمل لكم مونتاج دلوقتي، وعايزة اقوم اعمل طاسة كبدة حالا. بجد هتجربوها وهتدعولي. هنا بقى خلاص طاسة الكبدة استوت، على طول بقى برفعها من على النار. ما تسيبوهاش على النار كتير لان الكبدة لو شدت معاكم مش هيكون طعمها حلو. احنا مش عايزينها تجلد، احنا عايزينها زي ما هي كده. فزي ما قلت لكم كل الخطوات دي بتاخد معاكم حوالي 5 دقايق بس.
وكمان يستحسن قبل ما تبدأوا تكونوا مقطعين الفلفل بتاعكم ومجهزين التوم ومجهزين كل حاجة علشان خاطر مفيش أي حاجة تعطلكم وتكملوا باقي الخطوات بتاعتكم كلها بسهولة. أنا هستنى منكم بقى إن انتوا تجربوا طريقة الكبدة دي وتكتبولي رأيكم في الكومنتات، متأكدة إن هي هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها أبدا من حلاوتها. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي، وما تنسوش دايما إن معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.